وقلت لك ازاي تعمل كده من ورايا؟ لما جبت ابن خالة امك من ام تانية وعملته مدرس الاول، اهو المدرس الاول ظهر. جالك كلامي؟ جالي كلامك. ده حالف ومستحلف، لما يكتشف مين اللي انتحل شخصيته هيولع في الدنيا كلها. وما شفتوش ده كان ساير وغضبان ازاي لما كلنا اكدنا له اللي حصل؟ ساير يعني عمل ايه يعني؟ اتصل بالجيش بتاعه. جيش؟ هو عنده جيش؟ ايوه، ومتسلح باحدث الاجهزه. وطبعا الاسلحه ديت هتتفرغ فيا انا. انت برضه حطيت بسمه في مشكله. شفت ايه متوتره ازاي؟ المدرس الاول هيشك فيها وفي رفاعي وفي طارق. بالمناسبه بسمه، الميكروفون اللي معاكي ما تبقيش تعلقيه تاني. طب وحضرتك هتسمع اجتماعاتنا اللي جايه ازاي؟ انت هتبقي تبلغينا بالنتائج اول باول. وعلى فكره في رجاله دلوقتي في بيتك بيشيلوا كل الاجهزه. شفت يا فالح؟ شفت التهور بتاعك عمل فينا ايه؟ وعلى فكره انا مش بعفيك يا بسمه باللي حصل ده. لو الواحد قد صوابع العشرة شمع ولا هيعجب. بتقول ايه؟ ببرطم. بتبرطم بتقول ايه؟ هو في حد بيقول ايه اللي بيبرطمه؟ صح صح يا حبيبي، مسدسك في جيبك لازم يبقى عمران، احتمال تلاقي الرصاص طاير حواليك من كل حته. طبعا احتمال الشك ان انت اللي بعت المدرس الاول وارد. انا قلت لك ما تخليش ابن خالة امك من ام تانية يقول اسمك، قلت لي ما يقول اسمي. ايوه صح، قلت فعلا. بس سيبك من ده كله. ازاي ايميل العفو بتاع سميحه شباشب ما وصلش البردويل؟ وصل، بس انا دخلت في النت في السكه ومسحته. ما انا مراقبه خطوط الاتصال بينهم، وعندي احدث الاجهزه اللي تخليني اعرف الرسائل بتاعتهم واعمل فيها اي حاجه. ما انت عارف اني محروقه منهم بقالي سنين وعايزه انتقم باي شكل. يعني تصوير قتل سميحه شباشب انت برضو اللي ما وصلتوش للمدرس الاول؟ طبعا، عشان كده هم بيلفوا حوالين نفسهم. طب الحاجات اللي عندك على الكمبيوتر اتخلصتي منها؟ حصل، مسحتها قبل ما اجي على طول. ولما جت سيره مبروك المدرس الاول عمل ايه؟ هو وشه احمر وعينيه برقت واتنرفز كده وبقت عينيه كلها شرار. يا نهار اسود. انت مخضوض عليا صح؟ لما الحكومه تتخض الشعب يعمل ايه؟ يا طاطا طاطا، ايه في ايه؟ تعالى بسرعة، قول لي ايه الورقة دي؟ تشكر جالها حكم حبس شهر. يا مسابتي، حبس شهر؟ جنح الضرب. مين ايهاب ده اللي ضربته؟ يا لهوي يا لهوي يا لهوي، ده انا كنت ناسية الموضوع ده خالص. الواد ايهاب زميلها، طب وبعدين؟ ولا قبلين هنستأنف الحكم طبعا. يعني ممكن بنتي ما تتحبسش وما تاخدش حكم؟ ممكن طبعا، بس بشرط. اللي هو ايه الشرط ده؟ ان اللي اسمه ايهاب ده اللي ضربته يتنازل عن القضيه. يو، وافرض ما تنزلش؟ هتتحبس طبعا. لا بقى، لا، بنتي ما تتحبسش ابدا. عشان خاطري يا طاطا، عشان خاطري اعمل اي حاجه، اخدمني ببنتي. والله اللي ربنا هيقدرنا عليها هعمله. هو حكم الحبس ده طبعا مؤكد، لكن انا كل اللي هقدر اعمله ان اخفف الحكم شويه. ايوه، يعني قد ايه؟ يعني اخففه يبقى 15 يوم، 3 اسابيع. لا بقى يا طاطا، ها، ولا يوم. ربنا يسهل. ايوه، يعني ايه؟ يعني حبس بنتك او براءتها في ايد اللي اسمه ايهاب اللي ضربته ده. يا دي النيله يا دي النيله يا ليله، مش فايته. ما هو عشان بنتك تبطل تطول ايدها ولسانها على الناس، وحياة ابن مدحت اللي رميت له الموبايل واديته باللوكميه في فكه السفلي عوجتهوله. انا لولا اتحايلت عليه انه يتنازل عن المحضر كان زمان اتعمل لها قضيه تانيه وكانت خدت شهرين بدل شهر واحد. يا عليك يا طاطا، ده انت شمتان في بنتي. هو انت بنتك غاليه عندك ولا ابني مش غالي عندي؟ هو كل واحد له اللي له، بس
المفروض تتأدب عشان تحرم. يعني ايه؟ مش عايز تدافع عن بنتي يا طاطا؟ عايز تسجنها؟ تعتذر الاول لمدحت ابني. يا دي النيله، وده وقت اعتذار ده؟ ما هي المفروض انها كانت تعتذر لمدحت الاول، المفروض انها تتأدب، مش تطول ايدها ولسانها على الناس. خليها بقى تجني ثمرة اعمالها. يا لو ما اعتذرش لابنك هتسجنها؟ بقى لو اعتذرت للاستاذ مدحت ابني هدور لها على ثغرة في القانون واطلعها براءة. ما اعتذرتش مش هعبرها. كده كتر خيرك، كتر خيرك يا جوزي يا حنين. على فكرة بقى انت راجل غدار وقلاب، وانا بقى اللي غلطانة. كان لازم اطول فترة الخطوبة عشان اعرفك على حقيقتك. الله، هو كلمة الحق تزعل؟ وانا ما اقول لك خلي بنتك تعتذر لابني تزعلي كده يا تاتا؟ طيب يعني بتحط دي في دي. قسما عظما بقى انا هقوم لها محامي اجدع منك. قسما عظما لو ما اعتذرت للاستاذ مدحت ابني ووكلت محامي غيري لاكسر رجله وما خلوش يعتب باب المحكمه. بقولك ايه، ما تعمليش بصبعك كده احسن لك، فاهم ولا ايه يا تاتا؟ تاتا طلقني. طلاق مش هطلق. وروحي بقى اقفي مع بنتك في المحكمه يا رموز الحياه. حاضر حاضر يا مطيع يا خلاف. حاولوا تفتكروا كويس قوي وكلامي واضح. الراجل اللي انتحل شخصيتي كان شكله ايه؟ بعد اذن حضرتك لو نفكر مع بعض كويس، الراجل اللي انتحل شخصية حضرتك ده كان كل همه انه ياخد فلوس من بردوي وبس. ال5 مليون يعني نصاب، بس نصاب بقى عارف عننا كل حاجة، وطبعا مفيش اسرار بتطلع من عندنا الا من حد مننا. يعني الراجل اللي انتحل شخصيتي ده له علاقة بحد مننا؟ بالظبط يا فندم. وده مين بقى؟ ايه ده؟ انت بتبص لي كده ليه؟ لان انت كنت عايز تحل محل بردويل. لا اتكلمي على قدك، انا لا يمكن اعمل كده. صوتك ما يعلاش وانا موجود يا رفاعي. اصل ده اتهام خطير يا فندم، انا ما عملتش كده ابدا. بردويل صاحبي وحبيبي من زمان. صاحبك وحبيبك بأمارة ايه يا رفاعي؟ بأمارة ما انتوا خبيتوا عني ان المدرس الاول بعت العفو عني؟ ويا ريت كده وبس، ده انتوا كمان ما وصلتوش الشريط اللي فيه تفاصيل قتلي، وكمان جاي انت والاستاذ طارق تساومونا وعايزين تاخدوا فلوس على قلبكم قد كده. الله، لا لا لا، بقول لك ايه، ما تحشرنيش في الموضوع ده بصراحه بقى. انا هكشف ورقي، انا وافقت